شحال من خطرة تكون تلعب ولا تكون تكونيكتي وتدخل لك ابل تكره حياتك، علاش؟ لانه حتى تكوبا لك لا كونيكسيون والحاجه اللي كدير فيها راح تتكوبا. حبيت نقول لك بلي اليوم هذه الحاجه خلاص راهي ماشي راح تزيد تكون في الجزائر، علاش؟ لانه تم الاعلان رسميا على تقنيه الفيو ال تي اللي اطلقتها اليوم جيزي كحصريا عندها كاول متعامل يطلقها في الجزائر. الفي او ال تي اللي هو الفويس اوفر ال تي ولا هو الصوت عبر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس. بكل بساطه كيما دوكا نديرو ابل، كي تكون داير ابل اوتوماتيكيا راح تشوف الفوق كاينه لا 4 جي، راك مكونيكتي بلا 4 جي. كي تجي دير ابل لو كان تروماركي من الفوق راح تتبدل، اما تولي 3 جي ولا تولي 2 جي باش تقدر تجوز لابيل ديالك. لهنا واش راح نخسروا؟ حنا نخسروا جوده تاع الاتصال، نخسروا ايضا انك ما تقدرش تكونيكتي وانت راك داير هذيك لابيل. نعرفوا بلي كاين الناس اللي يحب يكون بارطاجي كونيكسيون التليفون ديالو البي سي ولا، لهنا يخسر الخدمه ديالو. لهنا مع الفي او ال تي تولي لابيل تجوز عبر الجيل الرابع ولا الجيل الخامس. واش معناتها كي تدخلك ابل كونيكسيون ما تروحش، الجوده تاع لي زابيل تكون جوده عاليه بالاتش دي، معناتها ما كاش هذيك تاع تكوب الو تسمع فيا ما يسمع فيك والصوت يتبدل كامل، راح يبقى الصوت بجوده عاليه وماش راح نلقاو انقطاعات. هذه الخدمه كما قلت لك حصريا الان اطلقتها جيزي في انتظار المتعاملين الاخرين. وباش تفعلها بكل بساطه لازم اولا الهاتف ديالك يكون يدعم هذه الخاصيه، والحاجه الثانيه عندك دير هذا الكود اذا كنت متعامل جيزي. وعادي اذا كان عندك اندرويد راح تمشي لك بشكل عادي، وعندك اذا كان عندك اي او اس ولا ايفون راح تمشي لك بشكل عادي. وباش تسهل على روحك اكتب برك الريفيرونس تاع الهاتف ديالك في شات جي بي تي ولا جيميناي وقول له اذا الهاتف ديالي فيه الفيو ال تي وكيفاش ناكتيفيها. اذا هذه خطوه جديده في عالم الاتصالات في الجزائر، حاجه نباركوها، وان شاء الله نزيدوا نشوفوا تقنيات اخرى لتدخل للسوق الجزائري. اذا شرحت لكم الفيو ال تي في دقائق، خلي لي السؤال ديالك في التعليقات وسلام.